وصفة النهاردة من الوصفات اللي لازم أعملها كل صيام. في أول كل صيام لازم أعمل دقة الفول. طبعا مفيش غنى عن طبق الفول في الفطار أو في العشاء أو حتى ممكن في الغداء. مفيش غنى عن طبق الفول، فعلشان نختصر الوقت وتعملي طبق الفول في أقل من نص دقيقة، يبقى وقت تحضير طبق الفول هو يدوب وقت إن انت تحطي حبة الدقة على الطبق، مبياخدش وقت خالص. هنعمله مع بعض إن شاء الله. هتدعي لي بعد الوصفة دي. بس لأول مرة تشوفي قناتي، قناة أكل صيامي متخصصة في الأكل الصيامي بس. أتمنى إن أنت تعملي لايك للفيديو وشيريه لأصدقائك. ولو أول مرة تشوفي القناة، أتمنى تشتركي فيها وفعلي زر الجرس واختاري الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بنزله. ونشوف بقى هنعمل الدقة إزاي ونجهز طبق الفول في نص دقيقة. نشوف بقى عملنا الدقة بتاعتنا إزاي. أول حاجة مكون أساسي الليمون، بعد كده خل، بعد كده عندي هنا توم، عندي هنا هريسة شطة، وممكن شطة اللي هي الناعمة يعني. ممكن تحطي بابريكا لو مش بتحبي الحاجة سبايسي. عندي هنا كزبرة وعندي كمون. عندي هنا بقدونس مفروم، او ممكن لو حابة تحطي كزبرة خضراء، بس انا اكتفيت بالكزبرة الناشفة. هبتدي بقى ايه اضربهم مع بعض. هحط مية وابتدي اضربهم. انا عامله خالص مع بعض. كده تمام. ريحتها فظيعة فظيعة. احطها في ازازة واحطها في الثلاجة تخلص، اعمل كده. نشوف بقى الازازة التانية بيبقى فيها ايه. عندي تاني ازازة بيبقى فيها ايه. انا عندي هنا طحينة، دي طحينة خام، طبعا تخينة قوي. مش عارفة الطحينة بتاع الايام دي بتبقى مرصبة كده وتخينة قوي. طبعا هو مش بيعملها كده. هنحط عليها ايه، هنخففها بزيت. مش بتتخفف بمية على فكرة، نخففها بزيت، يكون زيت كويس، زيت ذرة او زيت عباد، تخففيها كويس. افضل لغاية ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، القوام الخفيف اللي بنشوفه في الازازة التانية في عربيات الفول. كده تمام، قوامها خفيف. هبتدي احطها في الازازة. ودي كده هتبقى تاني ازازة، وكده تبقى الازازتين. طبعا الازازة التالتة بتبقى الزيت الحار، بس بصراحة انا مش بحبه. لو بتحبيه يبقى تمام هتحطيه، بس خففيه. حطي نص الازازة زيت حار ونصها زيت عباد او زيت ذرة،